السلام عليكم، ازيكم يا رجاله؟ ماتش حزين قوي النهارده، الواحد زعلان والله بجد وحاسس بالخذلان. حاسس ان حقيقي اللعيبه خذلتني النهارده. الاول مبروك طبعا لاخواتنا جماهير الاهلي، وحقهم بيفرحوا وحقهم ان هم يحفلوا شويه النهارده. يعني بصراحه هم اتحفل عليهم كتير قوي الموسم ده، فحقهم بصراحه ان هم يحفلوا. الماتش مهم، ما حدش يقدر ينكر يعني الماتش زي ده ماتش القمه، وفي الاخر انت بتبقى نفسك تكسب. بس بصراحة الواحد زعلان جدا على اللي حصل النهاردة، وزي ما بقول انا حاسس بخذلان شديد جدا. حاسس ان مش ده الزمالك. مفاجأة بصراحة الشوط الاول بالذات، مفاجأة. ما توقعتش ان الدنيا هتمشي كده ابدا. كان متوقع الماتش هيبقى صعب، بس بصراحة في حالة تخاذل وحالة، ممكن مش عارف هل غرور ولا هل احنا معرفناش نلعب بالماتش. حاسس ان احنا فجأة كل حاجة باظت. الاهلي كان داخل المباراة متدمر قبل الماتش، احنا رجعنا له كل حاجة. رجعنا له ثقة مصطفى شوبير، صد البلنتي، خط الدفاع اللي هم اصلا معظمهم احتياطيين. احنا اديناهم ثقة، الاساسيين ما هماش عندهم دلوقتي. اعتقد ان خلاص كل واحد من الصفقات اللي المليونية ديت حللت القرشين بتوعها النهاردة. خط الدفاع مروان، خط الوسط مروان وامام، خلاص تمام مفيش مشكلة. بن شرقي طبعا هو نجم الماتش، يعني راجل جونين واسيست وحاجة ما عملهاش يعني من يوم ما راح الاهلي. آه، تقريبا حتى طاهر. يعني لو هنتكلم من ناحية الاهلي، انا من وجهة نظري ان غياب زيزو عمل توازن شوية، ان طاهر موجود فطاهر بيرجع يدافع. وطبعا الحالة النفسية ان انت برضه بتلعب الزمالك، فانت مش عايز تخسر اكيد يعني، ومش عايزين هم برضه عندهم امل ان هم يوصلوا لدوري الابطال، فبيحاربوا على الامل بتاعهم ده. فعملوا كل اللي عليهم بصراحة. احنا ما عملناش حاجة بقى، احنا ما عملناش حاجة خالص. من اول حراسة المرمى مش عارف، حاسس ان مهدي متوتر. خط الدفاع برضه مش ممكن حسام عبد المجيد يعني يا جماعة، المدافع الدولي احسن مدافع في مصر، ويغلط غلطتين. يعني غلطة تلبسنا الجون الاول، وغلطة تانية ضربة الجزاء. حرام يا جماعة، يعني في ماتش زي ده الكور بتلعب على تفاصيل صغيرة، انت ممكن غلطة واحدة تضيع لك بطولة. انت غلطتين كبار قوي في ماتش زي ده. الونش حاول، محمد اسماعيل كان كويس دفاعيا، بس هجوميا هو مش باك يمين، فصعب أوي إن أنت تلومه. بنتايج من وجهة نظري هو كان أفضل لعيب في الزمالك النهاردة. خط الوسط زعلان جدا، زعلان جدا، وبصراحة يعني متغاظ أوي منهم. عبد الله كان وحش أوي، وعبد الله زي نفسه أوي لقدام. مش عارف ليه عبد الله في المساحات الضيقة خلاص، أنت ما عدتش عبد الله سعيد من 10 سنين عشان تدخل في الزحمة وتحاول ترقص والكلام من ده. وطالع زعلان يا عبد الله، يعني هي ناقصة حتى وانت طالع بيشوط الازازة، ولا يعني زعلان؟ فتوح يا ربي، يعني جاي النهارده وتخيب يا فتوح، جاي النهارده وتخيب. الكرة اللي اتقطعت منه في الجون التاني خلصت علينا 1-0 غير 2-0 خالص. آه، محمد شحاتة، انا محمد شحاتة ده لما بيلعب انا بحس اني ابني بيلعب في الملعب، انا بحس ان انا حد بيمثلني بقلبه وبروحه النهارده. ما شفتش شحاتة غير في شوطة واحدة. يعني انا مقدر ان انت ماشي معاك اتنين ما بيدافعوش، بس انت خلاص، انت جمهور الزمالك بيشوفك روح الفريق، فان انت النهارده تبقى بالمستوى ده زعلت جدا من شحاتة. ناصر منسي كان سيء جدا في الشوط الاول، وضيع كرة سهلة جدا. عدي مش هو عدي، وبزيرة مش هو بزيرة، وحاجات تضايق فعلا لعيب زي بزيرة. ماتشين قدام كوكا هتطلع الناس تقول لك ده حطه في جيبه، ده مش عارفين ايه. خلاص انت اللي عملت في نفسك كده، انت اللي عملت في نفسك كده، ان ما تلومش حد تاني. التحفيل او غيره حقهم بصراحة. انت ماتش زي ده المفروض تكسب، المفروض انت الفرقة اللي داخلة بطموح اعلى، بحالة نفسية افضل. كابتن معتمد، يعني الدنيا عكت منك في اخر ماتشين خلاص، يعني احنا في مرحلة الحسم. ازاي بس احنا خلاص، يعني احنا بنلعب بس على الكرة الطويلة لناصر، وبنعتمد على الكرة التانية. يعني حتى لما بنطلع بالهجمة مش عارفين نطلع بالهجمة، بيضغطوا علينا وبتتقطع مننا وبنخسر الكرة في نص ملعبنا، وحاجة شكلنا وحش قوي، شكلنا يقرف قوي. طب رجع عبد الله وفتوح يرجعوا يسندوا مع الناس اللي ورا، لا دول طايرين قدام. طب ليه يا كابتن؟ طب حتى انت الكرة الوحيدة اللي انت بتلعب عليها هي طويلة لناصر، طلعت ناصر بين الشوطين. طب ما هو انت برضو حاجة، يعني هل هما بيلعبوا لعيبة غير اللي انت بتقول لهم عليه؟ ما هو دي مش طبيعية، يعني مش طبيعية ان انا بعتمد على كرة طويلة لناصر، ودي الحاجة الوحيدة اللي بتتنفذ صح في الشوط الأول، تقوم تطلع ناصر. ما هو انت كده برضو، ما هو انت كده برضو كأنك يعني لغيت الحاجة اللي انت عملتها. آه، حتى التغييرات ما حدش فيهم عمل حاجة يعني.
حتى سيف الجزيري نزل حط واحدة بالهيد جت في رجل شوبير، يعني تحس ان حتى الكرة نفسها مش عايزة تنصفك ودخلنا في دوامة، يعني إحنا دخلنا احنا لازم نكسبوا الماتشين الجايين. ماتش حزين جدا وانا زعلان والله وكان نفسي بجد ان احنا نكسب النهارده. بصراحة صعبان عليا الجماهير والله اللي بتروح، يعني انا قاعد في البيت انا زعلان، ما بالك الناس اللي راحت وضربت المشوار ده كله وحاولت ان هي تعمل دخلات وشجعت النادي وطول الوقت كانت واقفة في ظهر فريقها. بجد لعيبة الزمالك زعلتني جدا النهاردة. آم، مش عارف، ما عنديش كلام تاني اقوله والله وحزين على اللي حصل. آم، معلش هنعمل ايه، ان شاء الله ربنا ينصرنا في الماتشات الجاية. السلام عليكم.